ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المدارس على الابواب وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب ينجح ولادنا جميعا في المدارس. النهارده بقى انا ابتديت اعمل لكم من وصفات المدارس الصحيه البلوبيف السريع الجميل. زي ما احنا شايفين كده البلوبيف انا عملته، بس هو عشان كان طبعا في الفريزر فانا طلعته. وانت طبعا هتطلعي لي ولادك قبليها ب5 دقائق كده او 10 دقائق، وتعمله لهم بالبيض او تعمله لهم سندوتشات كده من غير حاجه. اكلتي ولادك لحمه وهم محتاجين طبعا لحوم ومحتاجين كل الفيتامينات عشان يقدروا يفهموا دروسهم ويبقى عندهم قوه يكملوا بقيه اليوم. وزي ما احنا شايفين البلوبيف طعمته وريحته جميل جدا جدا، وفعلا فعلا احسن من الجاهز 100,000 مره، وعاملينه بحاجات طبيعيه. ووفرنا وعملنا علبتين تنفع للولاد على مرتين على 3 حسب اولادك. ممكن جنب حته جبنه يعني يعيش معاكي برده خلال الاسبوع سندوتش ده من ده. ويلا تعالوا بينا بسرعه عشان نشوف احنا عملناه بالطريقه الجديده السهله ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ومكملين اكلات المدارس الموفرة. زي ما عملنا البسطرمة، النهاردة ان شاء الله هنعمل اللانشون، وبرده على قد ايدينا ومن ربع كيلو لحمة. عندي هنا ربع كيلو لحمة، انا كنت جايبة نص يا بنات وقسمته بينه وبين الايه وبين عملت وصفة البلوبيف، قصدي وصفة البسطرمة. دلوقتي بعمل وصفة البلوبيف. ادي كده النص كيلو لحمة، ولازم يكون فيه نسبة من الدهون. طب هنحط ايه كمان؟ هنحط معاه، اجيب كده الطاسه بتاعتي او اي حاجه تحطيها على النار. ادي نص كيلو اللحمه، ربع كيلو. شوف بقى الربع كيلو هيعمل لنا بلوبيف قد ايه. وكمان بصلايه صغيره، يا رب تكونوا شايفين كده كويس اهو. والبصلايه 4/4 كده عادي خالص هنحطها. وهنا عندي ملح، فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه بهارات 7 بهارات، شويه لون طبيعي، وهنا ورق لوري. وكمان يا حبايبي لو عندك حبهان حطي، بس انا ما عنديش فحطيت 7 بهارات. كل ده هيتحط كده مع بعضه على اللحمه بتاعتي. واللون الاحمر ده ضروري عشان يبقى زي جاهز بالظبط، ويبقى ايه حلو كده وجميل. احنا عاملينه قبل كده في القناه الكبيره لكن طلبوه مني، فانا عملته بطريقه كمان اسهل من الاولانيه. يعني دي طريقه ودي طريقه، لا يا تشوفوه على يوميات مس امال او منوعات ومشروعات مس امال. ده عشان ربع كيلو احط كوبايه الا ربع ميه، كوبايه الا ربع ميه، مش هحط اكتر من كده. كوبايه ايه؟ كوبايه الا ربع ميه. هقلب بقى كل المكونات دي كلها ببعضها، وارفعهم على النار حوالي 10 دقائق لحد ما كل ده يستوي. بص اللون الطبيعي ما تقلقوش منه، لان احنا عايزينه زي الجاهز بالظبط. وده طبيعي ما فيهوش اي حاجه، يعني لون صحي اللي بيتحط مع الحلويات ومع كل حاجه. في منه بودر وفي منه جيلي، فانا كان عندي البودر حطيت منه. شايفين؟ ادي كده انا هحطهم بقى نرفعهم على النار واجي زي ما احنا شايفين اهو بيغلي على النار. هغطيه بقى كده لحد لما كل المكونات تستوي. طالما انا عامله ربع كيلو يبقى انا هحط معلقه واحده من الجيلاتين، معلقه واحده. فانا لو كنت عامله نص كيلو كنت هحط معلقتين، لكن انا هحط كده ايه، معلقه جيلاتين واحده على ميه بارده، ميه سخنه عادي. وبرده الميه راحت على اللحمه عادي. ده اسهل بكتير من الطريقه برده الثانيه، والطريقه الثانيه برده جميله وعملتها وكانت ناجحه جدا. هقلب دول بقى كده واركنهم على جنب لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. طبعا يا حبايبي هنتهز برده الوقت وهي اللحمه على النار. هجيب علب اللي انت هتحطي فيها البوليفيت بتاعتك. تجيبي علبه بقى شبه البوليفيت، تجيبي قالب، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها فيه. المهم ايه، حاجه تكون تديك يعني رسمه البوليفيت بالظبط. انا عندي هنا علب بتاعت الاكل لما بنجيب اكل ولا حاجه، او مثلا لو انت عندك تشتريهم براحتك بقى. انا بحب اجيب الحاجات دي قوي، حتى لما اجيب وجبه او كده مش برميها. هدهن بقى طبعا العلب البلاستيك ديت بقلب بحبه زيت علشان اما احط البوليفيت اقدر اشيله بسرعه. شايفين يا حبايبي؟ هنحط هنا حبه زيت وهنا حبه زيت، ونبدا ان احنا نمسحهم بالفرشه بتاعتنا. وطبعا البوليفيت بتاعنا على النار ايه بيستوي. مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده ولا اوفر من كده ولا انضف من كده. طبعا انت هتعملي اكل لاولادك وانت بتطمني عليهم في المدرسه هم بياكلوا ايه. هجيب بس الفرشه عشان ادعك الطروف كلها، ادهنها بفرشه عادي مطرح ما كنت بقلب بيها البلوبيف. فيها لون مش مشكله اهو. ندهن كده الحروف كلها، شايفين؟ بالزيت كده. تعالوا بقى الناحيه التانيه برضو اهو، عشان بس العلبه بتاعتي ما تلزقش. وهشوف لو خدت العلبتين دول خدوا، عايزه علبه تاني هحط علبه تاني عادي، ما يجراش اي حاجه. نستنى بقى لما البلوبيف بتاعنا يستوي
دلوقتي يا حبايبي اهو انا جبتها من على النار، ولازم نخلي فيها شويه ميه صغيرين عشان هي دي اللي هتضرب معانا الجيلاتين. هجيب الكبه بتاعتي اهو واحط السلاح في قلبيها واحط الايه الخليط ده كله في قلب الكبه وهضربه، وهو سخن كده على طول، على الحامي كده على طول نحطه كده في قلب الكبه. طبعا الكبه بتاعتنا ستانلس ما مش هيحصل معاها حاجه اهو زي ما احنا شايفين كده حطينا. بس شيل ورق اللوري عشان انا نسيت صحيحه، شيل ورق اللوري، لكن البصل وكل حاجه سيبوها. ليه بقى؟ هو ده اللي هيدي ريحه البلوبيب بتاعي. انا اهو شايله الورق اللوري، حطيت بقى المكونات كلها في قلب الكبه زي ما احنا شايفين. ولو لقيتي ورقه لوري شيليها، ولو انت حاطه حبهان ما يهمكيش اعمليه لان كله هيتفرد، بس ورق اللوري طبعا ممكن يبان. هحط بقى الجيلاتين بتاعي اهو، قلبته في كوبايه الا ربع، طالما عامله ربع كيلو. لو عامله نص كيلو هتحطي معلقتين على نص كوبايه ميه اهو. طبعا كانت ربع ميه بس مع الجيلاتين كترت لك كده بقى. خلاص هقوم واخداه ضرباه في الكبه بتاعتي، ضربته بقى في الكبه زي ما احنا شايفين. وما تخافيش هو مش هيبقى سايب ولا حاجه، الجيلاتين هيمسكوا ببعضه دلوقتي، لازم يكون سايب شويه كده. وبعدين لما يتحط في التلاجة وتبيتيه بقى في التلاجة من الصبح بالليل علشان يتماسك مع بعض. هنحط في العلب بتاعته، انا جبت العلب زي ما قلت لكم كده، هحطه اهو قدامكم. هشوفوا بقى هياخد معايا كام علبه. انا عملته علب يعني صغيره قصدي علشان على قد الايه، على قد الافراد بتاعتي. كمان يا حبايب قلبي اهو ما خدش منك 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط يعني، يا دوبك هو يسوى اللحمه بس اهو يا حبايبي. نهزها بقى كده اهوت ونحطها في قلب التلاجة او في الفريزر لحد بكره ان شاء الله عشان يمسك جامد ويبقى كويس، وبعدين نوريه لكم. ودلوقتي بقى يا حبايبي انا جيت بعد ما حطيت البوليبيف بتاعي في التلاجة او في الفريزر زي ما انت عايزه. شايفين قوامه وشايفين لونه جاهز جاهز جاهز. مفيش بعد كده. ادي العلبتين بتوعي اللي انا عملتهم هوريهم لكم دلوقتي على الطبيعه. وتقدري بقى تعمليه بالبيض، تقدري تعمليه سندوتشات للولاد كده يعني من غير بيض براحتك خالص. بس طبعا وبنفككه بقى وبنعمله على شايفين يا حبايب قلبي ايه رايكم؟ طبعا عشان هو كان في الفريزر. بصوا عامل ايه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وادي العلبه الثانيه زي ما احنا شايفين اهو، تطلع بكل سهوله عشان احنا حاطينها في قلبيها ندعه الزيت. شايفين يا حبايبي الجمال والحلاوه؟ بصوا جميل جدا جدا طبعا. واللون اللي احنا حطيناه تقدري بقى ان انت تقطعيه كده خرط لاولادك. هنجيب السكينه ونقطع. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وكده بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين ادينا قطعناه بسم الله ما شاء الله اهو. عايزه تحطي خرط لاولادك كده في المدرسه، عايزه تعملها لهم بالبيض، طعمه جميل جدا جدا. وبصي انت عاملاه على ايدك وطازه ومفيش اي حاجه زي ما احنا شايفين يا حبايبي. بتمن يعتبر دي 8 كيلو، الحته دي 8 يعني الاثنين دول كانوا بربع كيلو. شوفي انت بقى لو اشتريتي العلبه معديه ال100 وفي ب150 كمان، ومش هيبقى طبعا لحمه زي ما احنا عاملينها كده جميله. وهنا دي بس عشان مطرح الفريزر ما خارجه من الفريزر. انت طبعا هتطلعي لولادك قبليها ب5 دقائق كده ولا حاجه، او لو عندك ميكروويف وتقدمي لهم الاكله الجميله دي في المدرسه. ويا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله هعمل لكم وصفات تانية للمدارس باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.